صباح الخير. يا رب كلكم تبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده ده. اول حاجه عايزاكم تعملوها انكم تقلبوا الموبايل وتخلوا الفيديو بالعرض علشان تقدروا تشوفوا المنظر بطريقه كويسه. النهارده هعمل معاكم نوع من انواع الفطير المشلتت او الفطير المصري بتاعنا، بس هعمله بطريقه تشكيل مختلفه هتكون سهله جدا وهيعمل لنا فطاير صغيره كده. والوصفة دي أو الطريقة دي يعني كنت شفتها في قناة أجنبية وعجبتني قوي طريقة التشكيل دي، فحبيت إن أنا أجربها معاكم النهاردة. هعمل لكم كمان العجينة بطريقة سهلة جدا من غير ما نقعد نعجن وتلزق في ايدينا، عشان نوع الفطير ده بيحتاج شوية عجن. فالناس اللي ما بتحبش تعجن هوريكم تكنيك كده يخلي العجينة معاكم بنفس قوام وشكل عجينة الفطير الشرقي. ويلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه. استخدمت في وصفة النهاردة 3 كوبايات من الدقيق، دقيق عادي متعدد الأغراض، ممكن نستخدم دقيق مخبوزات كمان عادي أو اللي هو الدقيق بتاع العيش عادي، بس أنا مستخدمة دقيق عادي جميع الأغراض. والثلاث كوبايات عملوا لي تقريبا 6 فطاير، يعني الكوباية هتعمل لنا فطرتين. هننخل الدقيق كويس جدا، وخطوة نخل الدقيق دي مهمة يا جماعة في أي مخبوزات علشان يعني ما تخليهاش مكتومة كده، وتخلي كمان الدقيق معاكم يفرد كويس. نحط رشة ملح ومعلقة صغيرة من السكر، والثلاث كوبايات دقيق هياخدوا معايا كوباية ونص من المية. بعجن بمية دافية علشان تخلي العجين أو الدقيق يختلط بسهولة. ممكن نعجن بايدينا وممكن نعجن بمعلقه خشب. الناس اللي ما بتحبش تلمس العجينه بايدها ممكن بسهوله جدا بس يلموا العجينه كده بمعلقه خشب زي ما انتم شايفين. ومش هنعجن عشان في ناس عارفاها ان هي ما بتحبش العجن، ومجرد ما دقيق بس بيلمس ايدها بيدخل جوه ايدها وبيعيش جوه ايدها وما بتعرفش تتخلص منه. ف هنعجن بمعلقه خشب وهنسيبها تستريح لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده هنجيب طبق كده فيه شوية مية ونبل ايدينا مية ونبدأ ان احنا نلت العجينة زي كده ما الفلاحين كانوا بيعملوا. بيلت العجينة يعني بيمسكوها كده يفردوها وينزلوها لتحت. عايزين تعملوا خطوة اللت دي اوكي، مش عايزين يبقى استنوا الجزء اللي بعد ده هوريكم ازاي بدل ما نلت العجينة نسترتش او نمط العجينة لفوق. بس احنا لما بنبل ايدينا ميه العجينه ما بتلزقش في ايدينا خالص زي ما انتوا شايفين كده. يعني الناس اللي بتتضايق ان العجين بيلزق في ايديها، وممكن اصلا طبعا العجين بياخد درجه حراره الجسم فبيقوم لازق في الايد قوي، فعشان كده احنا بنبل ايدينا ميه وبنبدا ان احنا نفرد العجينه باي شكل انتوا عايزينه. عايزين تمطوها، عايزين تعملوها زي ما انا ما بعملها، المهم انكم تبلوا ايديكم ميه علشان العجينه ما تلزقش فيها. لما بنعمل الخطوة دي العجينة بتنعم معانا جدا، وبيخلينا نستغنى عن حتة ان احنا نقعد نعجن فيها لمدة 10 دقايق زي ما اي حد بينصح لما بنيجي نعمل معجنات يعني. عايزة تكرري الموضوع، لو حسيتي العجينة لسه ما نعمتش معاكي كرري الموضوع مرة كمان. لو من اول مرة العجينة نعمت معاكي يبقى خلاص ما تكرريش الموضوع ده. الناس اللي مش عايزة تلت ممكن ببساطة جدا تبل طراطيف صابعها برضو مية وتسترتش العجينة لفوق كده أو تمط العجينة لفوق زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع ده برضو هيحسن من قوام العجينة وهيديها مطة كويسة جدا اللي بتبقى موجودة دايما في المعجنات أو في الفطير المشلتت، وكمان هينعم العجينة جدا. والناس اللي ما بتحبش العجن هتتبسط قوي بالحركة دي. الحركة دي كمان بتطلع الاسترس ما اقولكوش، يعني حلوة جدا جدا. انا بحب اعملها لان هي بتحسسني كده بالراحة، معرفش ازاي بس هي حلوة جدا للناس اللي دايما بتبقى متضايقة. امسكي كده العجينة والعبي بيها هتتبسطي جدا. نفرد بقى السطح اللي احنا شغالين عليه بشوية زيت كويسين جدا، والزيت ده هو اللي هيساعدنا ان احنا نفرد العجينة بشكل سهل قوي. ممكن تحطي زيت وسمنة، ممكن تحطي زيت وزبدة، بس خلينا في الاول نفرد بزيت علشان الموضوع يكون سهل معانا، وبعد كده بقى نبدأ نحط عليها من فوق سمنة او زبدة عشان طبعا يديها الطعم الحلو بتاع الفطير المشلتت بتاعنا. هنكور كل العجينة، هعمل 6 كور وهفضل حطاها في الزيت ده، وبرضو هسيبها تريح مثلا من 5 ل10 دقايق عشان ده هيسهل علينا الفرد جدا.
كل حاجة لازم تكون مدهونة زيت كويس. السطح اللي احنا شغالين عليه علشان العجينة ما تلزقش وتغلبنا واحنا بنطلعها وبنشكلها الشكل النهائي لازم يكون مفروض عليه شوية زيت كويسين. ومجرد بقى ما بنحط، انا بقى الطبق اللي جنبي ده حط عليه سمنة، مسيحة سمنة وحاطة فيه سمنة، وببدأ بقى ان انا ابل ايدي سمنة كده او ادهن ايدي سمنة وافرد زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاخر طبعا معلقة سمنة كده كويسة عشان هي دي اللي هتدي الطعم الحلو. واهم حاجة نفرد الاطراف كويس عشان الاطراف ما تبقاش تخينة ومكلكعة وتضايقنا في الاكل. وبصوا بقى التكنيك الحلو ده، بنبدأ ان احنا نرفعه كده ونلمه وبس خلاص. مجرد ما بنلمه كده هو عمل الطبقات من نفسه، وهنبدأ نلفه زي الحلزونة كده وبس خلاص. هوريه لكم مرة كمان. هنشيل بالراحة جدا، ولو السطح مدهون زيت هيبقى كويس علشان هتتشيل معاكم بمنتهى السهولة. آم، بس بنلفه كده بقى وبننقله على الصينية بالراحة. ممكن تعملوه بقى بحشوات او توبينج زي ما انتوا عايزين. انا عملت واحدة بالجبنة الرومي، وعملت واحدة بالبسطرمة، عملت واحدة بالجبنة البيضة الاسطنبولي دي يا جماعة خطيرة، رهيبة جدا، حلوة قوي 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 في الفطاير اللي بتدخل الفرن. الجبنة اللي هي الاسطنبولي دي اختياري. ممكن طبعا ترشي شوية سمسم أو حبة البركة. الفرن بتاعنا يكون سخن على أعلى درجة حرارة، مهم جدا أعلى درجة حرارة، الرف الأوسط اللي هو فوق النار. هنحط عليه الفطاير دي، أول ما تاخد لون من تحت تقريبا أقل من 10 دقايق هتكون أخدت لون من تحت. اوقات بتكون لسه ما خدتش لون من فوق فممكن نفتح عليها الشوايه. واوقات الفرن بتاعنا بيديها لون من فوق تلقائي اول ما بتاخد لون من تحت. لو ما خدتش لون من فوق وهي خدت لون من تحت يبقى هنفتح عليها الشوايه. ومهم جدا نبقى باصين اول ما بنفتح الشوايه عشان بتاخد لون بسرعه قوي ما تتحرقش مننا. مهم كمان ان هي لما تطلع لو عايزينها طريه هنغطي عليها، لو عايزينها كريسبي يبقى هنسيبها محطوطه على شبكه الهواء. الفطاير دي بتبقى مورقة جدا زي الفطير الشرقي بالظبط. بس يعني طريقة تشكيلها حلو وأسهل وسريعة كمان. جربوا الوصفة دي، واثقة إن هي هتعجبكم. سيبولي أسئلتكم تحت في الكومنتس، بكون سعيدة وأنا برد عليها. أشوفكم إن شاء الله في وصفة تاني قريب، وباي باي.